طمنا دكتور، من شو موضوع لهالدرجة؟ أنا مستغرب كيف ساكتين على حالته لهلا. الطفل عنده عيب خلقي بالكلام. لا. وأنا بانتظار التحليل والصور لكون أدق بتشخيص حالته. طيب دكتور فينا نشوفه؟ هلا نايم، أعطيته مهدئ ومخفف ألم وما بظن يصحى قبل الصبح. أنا رأيي تروحوا ترتاحوا ببيتكم وبكرة الصبح أهلا وسهلا فيكم. أنا إذنكم. أنا ماني رايحة، رح اتحرك. طولي بالك. كيف محتاج لشيء؟ خلص روحوا روح. وعمتو معقولة تضلك قاعدة طول الليل على كرسي؟ خلص روحوا قلتوا لا تاكلوا همي. بترجاكم تروحوا، لا تخلوني اكل همكم كلكم. اختي خلينا نروح، وجودنا هون لا بيقدم ولا بيأخر. طمنا دكتور. الطفل حالته كثير سيئة وأنا مستغرب إنه لهلا ما بتعرفوا من شو بيشكي. دخيلك دكتور من شو بيشكي؟ والله ركبي ما عم يحملوني. الولد عنده فشل كلوي كامل. لا حول. وأكيد هالنوبات بتكون اجته سابقا. الحقيقة يا دكتور، ربيع كان عايش مع أمه وأبوه بأوروبا وما صار له جاي غير 3 أشهر بعد ما الله يرحمهم أمه وأبوه توفوا بحريق. نحن ما بنعرف شيء عن مرضه. طيب هال3 شهور معقول ما اجته ولا نوبة؟ مو معقولة أبدا. هو في مرة انوجع كانت نوبة خفيفة اجته، قالنا انه خلص راحت مشي الحال ما تقلقوا. بعتقد انه هو اجى على حاله وخبى مرضه عنا، ما بده يزعلنا. المهم هلا كل فترة لازم نعمل له غسيل كلى ويكون تحت المراقبة المستمرة. إياكم تهملوه لأنه هيك بتفقدوا الولد لا سمح الله. مر عندي على المكتب حتى أكتب لك على شوية أدوية. أنا زلت. جدو انت مزعلني منك كثير كثير. ها انت ليش مخبي مرضك عنا؟ انت بتعرف شو مثلك جدو وانت حتروح حالك. يا جدو صدقني ما بعرف شو معي. في مرة أو مرتين إجاني هذا الوجع وأمي وأبي أخذوني على المستشفى وطبت ورجعت على البيت عادي. يا جدو لازم كنت تخبرنا لما وجعت المرة الماضية. ليش أنا شو معي؟ وعمتو ليش عم تبكي؟ انت معك مرض كلوي ولازم نهتم كثير فيه ونتابعه وما لازم نهمله أبدا. يعني بصراحة يا جدو إذا بدك تخبي عنا بتروح حالك لا سمح الله. خلص جدو بعدك ما خبي عنك شي. سلامة قلبك حبيبي، سلامة قلبك. شو بدي ساوي يا ربي؟ معقول حملهم هم مرضي؟ هن ناقصين؟ أصلا احتياطي الاستراتيجي رح يخلص على حسب ما عم يقول جدي. أنا لازم ساوي شي، والله اللي فيهم كفيهم.